هنا انا جبت كسرونة حطيتها على النار، حطيت فيها حوالي معلقتين زبدة وحوالي 4 معالق زيت، وهسيبهم يسيحوا مع بعض. بعد كده هنزل ب4 معالق كبيرة دقيق، 4 معالق دقيق من اللي بناكل بيها غرامية، ونقلب كله مع بعضه. تمام، نقلب كله مع بعض بالشكل ده. لو حسيت ان الدقيق ناشف شوية كده هنزود مادة دهنية، حوالي معلقتين كده مادة دهنية عشان الخليط يبقى معايا سايح، لانه لو تقيل كده هيعمل تكتلات معايا. شايفين هيبقى بالشكل ده، واقلب فيه لغاية ريحة الدقيق ما تروح، يبقى عندي بالمنظر ده. تمام، شايفينه شكله عامل ازاي؟ يغلي يبقى بالشكل ده، يخرفش كده. بعد كده هطفي عليه النار وهسيبه يهدى شوية. اوكي، بعد ما يهدى شوية هجيب لتر لبن، هنزل بنصه واقلب بمضرب سلك عشان الدقيق يختلط مع اللبن. طبعا انا طافية النار. تمام، والطريقة دي احلى بشاميل اللي تعملوه، لا هيكلكع معاكم ولا هيعجن ولا اي حاجة خالص. بدوب الدقيق مع اللبن. بعد كده هنزل ببقية اللبن، ده لتر اللبن عليه 4 معالق هرمية دقيق من معالق الأكل. أوكي، عشان يطلع يتظبط معاكي. لو عايزاه أخف من كده أو خفيف ممكن نقلل الدقيق. تمام، ونقلب شوية ونقلب كده. بعد ما أقلب وتختلط المقادير كلها مع بعض، هولع النار وهقلب كله مع بعضه. تمام، انا كده مولعه على النار، هقلب بمضرب السلك. وبعد كده بحس الخليط تقل معايا هقلب بالمعلقه عشان اجيب الجوانب كلها. شايفين منظر البشاميل عامل ازاي؟ تحفه، هيديك نتيجه حلوه خالص لعمل البشاميل. شايفين عمل البشاميل عمل ازاي؟ بعد كده هطفي عليه النار وهسيبه يبرد شويه، بس هغطيه عشان ما يعملش قشره. هغطيه بطبق او بكيس. بعد كده لما يهدى خالص هجيب بيضة، هحط عليها ملح وفلفل. البيضة دي بتديله تست حلوة قوي، وكمان بتخلي وش الصينية يتحمر بسرعة. وهكون حاطة على البشاميل ملح وفلفل واظبطه واقلب كله مع بعض. بعد كده هنزل بالبيضة واقلب كله مع بعضه. وده احلى بشاميل ممكن تعمله لصواني البشاميل والنجريسكو والكوسة اللي بالبشاميل. والف عافية.